السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير وانتوا بتشوفوا الفيديو ده النهاردة. في الفيديو النهاردة هعمل ريفيو لألوان قماش، وزي ما احنا متعودين هجيب التيشيرت الابيض بتاعي عشان اجرب عليه الالوان الجديدة. قبل ما ابدأ الريفيو ما تنسوش تعملوا لايك شير كومنت سبسكرايب لليوتيوب شانل وتدوسوا على جرس الاشعارات. وقبل ما ابدأ كمان حابة ان انا اشكركم واقول لكم شكرا ان احنا وصلنا 111,000 سبسكرايبر على اليوتيوب. يلا بينا نبدأ على طول. الألوان اللي هتكلم عليها النهاردة هي ألوان وماركة صيني اسمها كيب سمايلينج. الألوان دي 12 لون، المفروض ان هي هوم اند ورك شوب فور فاين ارت اند كرافت. المفروض ان مكتوب عليها ان هي هاي كواليتي، وفي ظهر العلبة كل الألوان بالمسميات بتاعتها. انا على طول فتحت العلبة عشان اجربها. الألوان شكلها ظريف بصراحة ولطيف، وزي ما احنا متعودين انا مش برسم بايدي فبستعين بالستنسل، وخصوصا الستنسل اللي بيلزق عشان بيكون افضل كتير مع الالوان القماش. فجبت رسمه جديده النهارده وحطيتها على التيشيرت بتاعي، وهناخد بالنا في الفيديو ان انا كنت حطيتها على جزء كنت ملخبطه فيه وحاطه فيه الوان عشوائيه، فبصراحه كنت عاوزه اداريها. بعد ما ظبطت كل حاجه وجيت افتح الالوان بصراحه واجهتني مشكله صعبه ووحشه جدا، ان الكفر اللي بيكون مغلف كل لون بيكون كفر معدن صغير قوي، المفروض ان احنا نشيله عشان نبدأ نفتح الالوان. بصراحة كان صعب جدا جدا جدا، وحاولت بكذا طريقة ما قدرتش. ما كانش في حل قدامي غير ان انا افتح كل انبوبة باستخدام الدبوس بتاع الطرحة بتاعي عشان اقدر افتح اللون واستخدمه من جوه. فتحت كل الالوان وبعدين بدأت على طول ان انا احط كل الالوان على الرسمة، عشان انا عايزة اجرب كل الالوان واشوف البيجمنت بتاعها. وكمان هيحصل ساعة لما اشيل الالوان، لان انا بحط اللون وبعدين بشيله، ساعة لما اشيل الالوان هيحصل نوع من انواع الدمج والتداخل، فهنشوف التداخل بتاع الالوان هيبقى حلو ولا لا. بعد ما خلصت خالص شلت الالوان اللي انا حطيتها على الستنسل، وبعدين سبت الالوان تنشف شويه صغيرين، يعني كان تقريبا نص ساعه عقبال ما انا شلت كل حاجه وظبطت المكان ونظفت المكان حواليا، فكان تقريبا عدى نص ساعه. وبعدين شلت الستيكر من على التيشيرت، وبعدين خليته ينشف خالص، ينشف تماما. وبعد ما خلصت كل دوت، تاني يوم دخلت التيشيرت الغسالة وغسلته عشان اشوف اللون نفسه هيكون ثابت ولا لا. والمعلوماتكم ساعة لما بغسل اي تيشيرت بستخدم عليه اي نوع الوان قماش، بدخل التيشيرت الغسالة على درجة 30، وهي الدرجة العادية المتوسطة للهدوم الملونة، عشان برضو ما ضيعش اللون وما ضيعش البيجمنت بتاعها. بعد ما غسلتها وبعد ما نشف التيشيرت انا بصراحة كنت مبسوطة جدا. البيجمنت بتاع الالوان دي حلو جدا، وكمان التداخل بتاع الالوان كان لذيذ شوية. في جزء كان راح منه اللون، ولكن ده كان تحتيه لون تاني من ماركة كاريوكا. لو انتم متابعين الفيديوز بتاعتي هتعرفوا ان باقي الالوان والرسومات اللي على التيشيرت كانت لانواع لماركه كاريوكا وماركه فايبر كاستل كمان. دلوقتي ضفنا لهم ماركه كيب سمايلينج، وهي حلوه جدا وتعتبر البديل الارخص للماركتين دول. بصراحه مش عارفه اذا كانت ما زالت بديل ارخص ولا لا، لان انا كنت شاريها من فتره كبيره تقريبا 55 جنيه. عشان اللي هيسالني سعرها على الكومنتس هعرف ان هو ما كملش الفيديو للاخر. بس في اخر الفيديو اتمنى اكون فدتكم واتبسطتوا من الالوان ديت ومن الريفيو كله. لو انتوا حابين ان احنا نحكي او نتكلم او نجرب او نعمل ريفيو على اي الوان تانية، قولوا لي في الكومنتس تحت. اشوفكم على خير ان شاء الله في الفيديوهات اللي جايه. ما تنسونيش باللايك والشير والكومنت وسبسكرايب لليوتيوب شانل، ودوسوا جرس الاشعارات عشان يوصل لكم كل الفيديوهات اللي انا بنزلها. وبس كده، باي باي.